يسعد مساكم وكل أوقاتكم. حابة أحكي لكم شوي عن الكوسة المحشي. أنا عارف إنه الكل بيعمل كوسة والكل أكيد أشطر مني، بس بالنسبة للكوسة أنا بحب يكون الرز جوا الكوسة مفلفل. كيف طبعا بيطلع مفلفل؟ بجيب شوية زيت زيتون وبفرم فيها بصلة ناعمة، بقليها شوي، بحط عليها فلفل أسود. أنا ما بحب أكثر بهارات، بحب الفلفل الأسود عشان نحافظ. أنا ما باحب أكثّر بهارات، باحب الفلفل الأسود عشان نحافظ على نكهة الكوسة. بعد ما نقلّب البصل بالزيت بنحط الرز، والرز المنقوع والمغسول، بنحط الرز بالزيت وبنقلبه مضبوط، مضبوط. بعدها بنحط اللحمة وبنقلّبها لحد ما يتغيّر لونها. بعدها باطفّي الغاز، بعد ما أطفّي الغاز باحط الخضرة، البقدونس، البندورة، التوم، اللي أنتِ بتحبيه أو اللي أنتِ متعودة عليه، بعد ما أطفّي الغاز. تمام؟ بعدين باحشيها وباطبخها، ما تكثّري مي عليها وخلّيها بس تغلى شوي، حطّيها على نار هادية. بعدين بس تغلى شوي حطّيها على نار هادية، بعدين بس تستوي ضروري تشيلي الشوربة عنها أحسن ما تتفزّر. وصحتين وألف ألف